يا جماعة خدت الاجازة، عايزة بقى انظم حياتي، ابدا اخد كورساتي، حاجات اللي انا كنت مستنية الاجازة عشان اعملها. يعني هنظم كورساتي، هتعلم لغة جديدة، البقين اللي بقولهم كل اجازة وما بيحصلوش. فكرت يا جماعة ان انا هنظم بقى اوضتي، في حاجات كتير قوي كنت عايزة اعملها، حاجات عايزة اشتريها، ولبس صيف ما طلعش، يعني الصيفي ده نص ما طلعش، فعايزة اطلعه بقى، وعايزة انظم بقى ايه كل حاجة، لان ما كانش عندي وقت. طبعا كنت بجتهد وبذاكر طول فترة الامتحانات، يا رب سامحني، بس ايه ما كنتش فاضية، لا ما كنتش فاضية. فدلوقتي انا عايزة اشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني عشان انزل اشتريها. بصوا، اول حاجة ان انا عايزة اشتريها، عايزة اشتري اي لاينر، لان ده خلاص بيودع. بصوا، معرفش يا جماعة، انا الايلاينر ماليش نوع معين بستعمله، بروح اجرب اللي بيعجبني باخده بشتريه. فانا ايه، عايزه اجيب ايلاينر حلو كده، ايه يكون فحمي زي ده، مش عارفه بس هو تحفه ده، عايزه اشتريه عشان خلاص هو بيودع خالص. عايزه برضه اجيب كريم للشعر، وعايزه اشتري صن بلوك عشان ده برضه بيودع، وعايزه اشتري ايه تاني بودي سبلاش برضو. شكلي نازله كده، عايزه لي مرتب اصرفه كله، ولفي بينا يا دنيا. بصوا بوكي، انا بوكي حرفيا يعني، بصوا لو جينا هنا مفيهوش حاجه، ده ايه ده ان شاء الله، وجنيه شكرا. الله ايش جو جميل. عامله زي الاشباح. طبعا يا جماعه انا نسيت هحكي لكم الموقف اللي حصل معايا. لازم اشتري كزبره، لازم اعدي على الراجل بتاع الخضار، رحت بشوف ايه مين الكزبره ومين البقدونس، فانا معرفتش، فقلت مش عيب يا بنتي يا روى تطلبي المساعده. فبقول للراجل هي انهي الكزبره انهي البقدونس، قال لي دي الكزبره ودي البقدونس، تمام. فانا حفظتهم، يعني علمتهم بعلامه كده، وقلت خلاص دي الكزبره فخدتها. فحلو، لقيت ماما بتتصل بيا، الو روى هاتيلي كمان معاهم بقدونس وشبت، ماشي خلاص تمام. فانا كنت مشيت من الراجل اللي انا اشتريت منه، رحت عند راجل تاني فواقفه بقى ايه، انه ناقص لي بقدونس، فانا بشوف انهي البقدونس، فلقيت كان في راجلين واقفين بيشتروا بقدونس، فبيقول لي الراجل مسك الكزبره بيقول لي هي دي بقدونس، قلت له اه هي دي البقدونس. انا ما اعرفش يا جماعه بصراحه، كنت فاكراها ان هي بقدونس، بس هي طلعت كزبره، هي ليه وانا اتلخبطت. فالمهم الراجل اللي جنبه بقى قال له ايه، راح مسك اللي انا قايله له عليها ان دي هو عايز بقدونس، فاهمين، هو عايز بقدونس، بس انا ايه قلت له على الكزبره بقدونس. فهو مسك ايه البقدونس اللي هي الحاجه الصح يعني، فبيشمها كده قال هي دي البقدونس، وانا قلت له على الكزبره ان هي البقدونس. طبعا انا وقفت كده لحظه صمت وعارفه ان هو معاه حق، فراح واخدها ومشي. فانا بقى ايه، رحت واخده برضو اللي هو خدها ومشيت. فانا اتمنى ان امي تخليني اعتزل شراء الخضره، لان خلاص انا بقيتش اعرف افرق ما بين البقدونس والكزبره، بقى خلاص عندي صدمه منهم خلاص، بجد بتكسف مش عارفه. يعني لما اجي مثلا اسال بتاع الخضار اللي هو الراجل، يعني اساله ايه هي انهي البقدونس انهي الكزبره، المفروض انا اللي ببقى عارفه. المهم تعالوا اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريت الايلاينر ده. هو يا جماعه ده طبعا مش زي الايلاينر اللي عندي، بس هو حلو، ده ميه سينما، فانا معرفش انواع، انا زي ما بقولكم بجرب على ايدي اشوفه ثابت تمام بشتري. كان في حوالي 5 ايلاينرات،
فلقيت ان ده الثابت فرحت خدته. فشكرا يا عمو. جبت ايه تاني؟ بودي سبلاش ده برضو انا جربته لقيته حلو، يعني ريحته حلوه، تحفه تحفه تحفه. معرفش يا جماعه ده الاصلي ولا الايه، بس انا دافعه فيه 200 جنيه 175 بالظبط، فمش عارفه ده الاصلي ولا مش الاصلي. حد يكتب لي بقى في الكومنتات. بس ريحته واو 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 واو. جبت الاسيتون ده دلق منه، مش عارفه ليه دلق منه شويه. واشتريت الكريم ده. هو مش كريم، هو كريم، لا هو كريم يا جماعه. جبت ده بس ده ملناش دعوه بيه. دي الحاجات اللي انا جبتها. كده ناقص لي صن بلوك عشان انا ما لقيتوش النوع اللي انا بستخدمه في الصيدليه. يعني لو ما لقيتوش اجرب حاجه جديده، انواع جديده بقى ونكتشف مع بعض. يا جماعه انا دلوقتي مش عارفه اروق ايه ولا ايه بجد. انا في متاهه. شكلي كده هبدا بالهدوم. انا طبعا دولابي العزيز في الاخر ما بلبسها غير طقمين حرفيا، فعايزه ارتب الهدوم دي عشان البسها، واللي مش عايزاه بقى اطيره. انا هبدا دلوقتي بالتسريحه عشان الدولاب ده عايز له دماغ بقى وفرهضه وحاجات كتير. يا رب اروق بسرعه. بس اي شادو ده خلاص بقى في الزباله. في حاجات كتير قوي ما بستعملهاش حرفيا، عندي الكحل اللي انا جبته ما استعملتوش تاني. تقولي برضو ده ايه؟ ده ايلاينر جميل تحفه، من احلى الايلاينرات اللي انا جبتها. هتقولي نوع ايه يا روى؟ برضو ما اعرفش نوع ايه. ماسكارا، كونسيلر، حاجات بلا هدف. ما اعرفش ده ايه اللي جايبه هنا، ايه اللي جايبه في حاجه الميك اب، ما اعرفش. هايلايتر ما بستعملوش برضو بس بحطه من ضمن الاساسيات الميك اب، ما اعرفش ده ايه. احط فيها ده بقى، ما ده اللي هينضم جديد معاهم اخواته. بصوا ده فيه كل المجوهرات بتاعتي اللي هي الدليات. خلصت يعتبر كده التسريحه. هنرجع للدولاب. احنا هنرجع للدولاب، مسيرنا هنواجه الدولاب. ممكن ابدا بقى بالطرح الاول. بصوا الهدوم بتنزل لوحدها. الحاجه اللي كان نفسي ارتبها من زمان هي الطرح. برضو بقى هتقولوا لي انت بتلبسي كل الطرح دي؟ اقول لكم لا، برضو محطوطه منظر، مش فاهمه ليه. دي الطرح. في شماعه تانية بس ربنا يرحمها بقى. اهي بصوا دي كل طرحي اهي، فانا هعلقها. دي ما استعملهاش يعني قوي، فعايزه اعلقها كده. في طرحه تانية ناقصه بس انا مش عارفه هي راحت فين. الطرحه دي بستعملها بصراحه، الطرح اللي بستعملها قوي بحطها هنا. الطرحه دي مش بستعملها قوي مع انها ابيض، يعني عندي طرحتين ابيض. ده يا جماعه اللون سكري مش اللون الابيض، يعني انا ما بجيبش الطرح بيضه لان الطرح البيضه بتحسسني اكني عيانه. الطرحه دي فين؟ الطرحه دي هنا برضو. بس كده انا اكون نظمت طرحي. احطها بقى في الدولاب. ناقص انا انظم بناطيلي. ان شاء الله عندي بناطيل كتير قوي يا رب. بناطيل وجيبه بنطلون والشماعه دي اتكسرت. فدايا مع كل حاجه فدايا في الدنيا دي بناطيل. وحطيت الجاكيت ده وده سوت. قربنا نخلص. عندي يا جماعه الجيبه دي حاساها حلوه بس مش عارفه البسها على ايه، يعني البسها على ايه من فوق. يا جماعه صحيح جه على بالي كده، اللي لسه ما حطش لايك انتوا مستنين ايه؟ مستنيين عزومه؟ مش عارفه ايه صوت الخلاط ده بس ما علينا. انا هسيبكم تراجعوا نفسكم. عندي بنطلونين ابيض لونهم ابيض، معرفش بيعملوا ايه. المشكله انا مش عارفه انهي فيهم الاحلى في اللبس، يعني دي قماشه ودي قماشه. الجيبه دي برضو هي دي سواريه. بصوا بفكر ان هي تودع الملاعب برضو. ده طبعا هلبسه في الصيف عشان انا بحب القماشه الكروشيه او الصوف. ده مناسب مع درجة الحرارة 50 فوق 50 مقولكوش رهيب. ده طبعا هيودع الملاعب، ده مؤكد. هخليك تودع الملاعب دلوقتي. ومعانا برضو ده
الاسود في درجة حرارة 60 مقولكوش، هتحسوا انكم فراخ مشوية في الفرن. فانتوا ايه برضو ده هيودع الملاعب معانا اعتقد، بس مفيش حاجة تانية تودع الملاعب يعني. لقيت الطرح دي قول الله حلوة قوي، بس يا رب البسها. ده كيس مليان طرح كله، طرح بالهبل، ما بلبسهمش فهيودعوا الملاعب. دول ممكن، حاسه ان الواناتهم لطيفه. الحمد لله يا جماعه، بعد تعب وهلك كتير قوي الحمد لله خلصت ترويق الدولاب وخلصت كل حاجه. خلاص بقى كله متحط في مكانه الصحيح، كله متظبط. نقفل بقى الدولاب، يلا اخيرا نشغل مسلسل بقى، نحضر مسلسل، ناكل البتاع ده، يا قمة الروقان. انا عايزة انام. جو حر، محتاج كرسي على البحر، كرسي تاني احط رجلي عليه. وكده يكون نهاية الفيديو يا جماعة. خلاص الحمد لله خلصنا كل حاجتنا. كان يوم شاق مليء بالجهد والنشاط. انتظروني بقى في فيديوهات بقى كتير جدا، ما انا خدت خلاص بقى الاجازة بقت فاضية. اللي ما حطش لايك طبعا مش هوصيكم. يلا باي باي.